السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شوفوا بقى الصينية دي من احلى الصواني او الطواجن اللي هتعملوها مع شوية رز يجننوا. الحباية سايبة التانية ومفلفل جدا وطعمه لذيذ. رز مع لسان العصفور بس ايه روعة. يلا نشوف طريقة الصينية الخطيرة دي وكمان الرز. بس كالعادة ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة حلة على النار، نزلت ببصلتين كبار مقطعاهم مكعبات صغيرة. أول ما خدوا اللون الذهبي ده نزلت عليهم بفلفل ألوان أحمر وأخضر برضو مقطعاهم مكعبات صغيرة. هقلبهم كده مع بعض لغاية ما يتحمصوا شوية وياخدوا لون خفيف. هبهرهم برشة من الفلفل الأسمر والبابريكا ورشة من القرفة. الناس اللي مش بتحب نكهة القرفة وطعمها في الأكل ممكن يستغنوا عنها. وكمان هظبط الملح، وبعد كده هنزل عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة أو حسب حجم الصينية اللي انتي هتستخدميها. هقلبها كده لغاية ما تغير لونها. هنزل عليها بطماطميتين مفرومين ومعلقتين كبار من معجون الطماطم. المعجون بيعطيها لون حلو والطماطم بتعطيها طعم مميز. بعد كده هزودها ربع كوباية مية سخنة واغطيها واسيبها على نار هادية خالص تكمل سواها وتتسبك براحتها. جبت حوالي 5 بطاطسيات صغيرين قطعتهم بالورب كده. بعد كده هنزل عليهم برشة بسيطة من الفلفل الأسمر والبابريكا، وكمان هنزل عليهم بشوية من الملح ومعلقتين كبار من الزيت. هقلب البطاطس مع التوابل دي لغاية ما تتغلف كويس. وبعد كده هفردها على صينية تحتيها ورقة زبدة وارصها عليها بالشكل ده، وهدخلها الفرن يكون سخن على الرف الوسطاني لغاية ما البطاطس تستوي كويس. أنا هنا عاوزة أسوي البطاطس في الفرن علشان أقلل نسبة الدهون. في طاسة بقى كده حطيت معلقتين كبار من الزبدة ونزلت عليهم بالكوسة برضو مقطعاها بالورب. أنا مستخدمة حوالي 3 كوسات حجم كبير. هقلبهم كده في الزبدة. الزبدة هنا أنا مستخدماها معلقتين كبار لأن الباقي منها أنا هحتاجه لما أجي أعمل الصوص الأبيض. هبهر الكوسة برشة من برضو الفلفل الأسمر والبابريكا وهشوحها حلو جدا في الزبدة على نار هادية بدون إضافة أي مية. هي اوريدي هتنزل المية بتاعتها وهتسوي نفسها بنفسها. هسيبها على نار هادية زي ما قلتلكم لغاية ما تاخد السوا بتاعها ده. لعمل الصوص الأبيض هنحتاج لتر من اللبن. هننزل ب4 معالق كبار من الدقيق، المعلقة تكون هرمية. ايدي كده ماسكة الوسك مش هسيبه خالص، وقلب الدقيق ده باستمرار علشان ما يحصلش ليه أي تكتلات. بعد كده هزوده برضو كوباية من اللبن علشان عاوزة القوام بتاع الصوص ده يكون كريمي، مش عاوزاه يكون تقيل. هبهره برشة من البابريكا والفلفل الأسمر، وبعد كده هنزل بالزبدة الزيادة اللي كنت مشوحة فيها الكوسة وأقلب حلو جدا لحد ما الدقيق يستوي معايا. الوسك في ايدينا على طول عشان ما يحصلش اي تكتلات للدقيق. في ناس اعتقادها انها لو ما حمصتش الدقيق الصوص مش هيكون حلو. لا، لو حتى انتي لسه مبتدئة اعمليه بالشكل ده هيطلع معاكي اخر جمدان، خفيف وطعمه حلو قوي. اول ما يبتدي يغلي كده خلاص كده الدقيق استوى معانا وبقى جاهز. بعد كده جبت الصينية بتاعتي ودهنتها شوية من الصوص ورصيت الكوسة
بحب أرصها بشكل مرتب بالشكل ده، ومن عليها اللحمة المعصجة. وهنا رشة القرفة على اللحمة بتفرق جدا في الطعم، بجد بتكون فظيعة. لكن زي ما قلتلكم لو مش بتحبوا طعم القرفة بلاش تضيفوها. وزودتها برضو شوية من الصوص ورصيت عليها البطاطس بنفس الرصة اللي أنا كنت رصة بيها الكوسة. وفي النهاية هزود الصوص الأبيض بتاعي. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه كريمي، ماهوش سميك وفي نفس الوقت مش خفيف. هرش عليها بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا أو جودة، ولو مش متاح عندك جبنة بلاش خالص. في النهاية بزينها بشرايح من الفلفل الأحمر، وبدخلها الفرن يكون سخن مسبقا تحت الشواية تاخد لون. تعالوا بقى نعمل الرز. جبت كده حلة ونزلت بنص كوباية من لسان العصفور، هقلبه لغاية ما ياخد اللون الذهبي. نزلت عليهم بنص كيلو من الرز المغسول. هشوح الرز حلو قوي في الزيت مع لسان العصفور لغاية ما اتأكد ان كل حباية من الرز اتشمعت بالزيت. هزود بقى الملح بتاعي واظبطه، وتقلبتين كده مع بعض. وفي النهاية خالص بزوده مية سخنة، اهم حاجة المية بتاعت الرز تكون سخنة. هسيبه على النار ياخد كده غلوتين لمدة 5 دقايق. واول ما يتشرب المية بتاعته ههدي النار عليه واغطيه يكمل سواه. مش هياخد معانا اكتر من ربع ساعة ويكون جاهز. اكلنا خلص ما شاء الله، ريحته فظيعة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، جمال الصينية. وكمان الرز مفلفل خالص، بجد الرزاية مخصمة اختها، ريحته فظيعة بجد. مهما اقول لكم طعمه حلو قد ايه مش هتستوعبوا. ان شاء الله تجربوه وهيعجبكم. والصينية دي بقى قيمتها الغذائية عالية جدا. عاوزة أقولك لو أولادك مش بيحبوا الكوسة وضفت معاها البطاطس بالشكل ده هياكلوا ده مع ده ومش هيحسوا بيها. طبعا انتم عارفين القيمة الغذائية للكوسة، فلو أولادك مش بيحبوا الخضار دخليه في الأكل بالشكل ده. الله على الجمال والطعامة، تحفة بجد. كل طبقة من طبقات الصينية دي ليها طعم ومذاق خاص مختلف عن التاني، خطيرة بجد. والرز كمان فظيع وطعمه حلو جدا بجد. دي من أحلى الصواني أو الطواجن اللي ممكن تعمليها. أتمنى أن انتوا تجربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. دمتم بخير.